مرحبا بكم في حلقة جديدة واستراتيجية اللي غادي تخليكم تفكروا بمنطق المستثمر العائلي ماشي بمنطق المشتري العادي. كيف ديما كنعتذر على الدرجة ديالي. في الحلقات اللي فاتوا شفتوا كيفاش تصيدوا الصفقات 2500 درهم للموثق وكيفاش تحميوا راسكم من الثغرات القانونية خط أحمر على البيع القديم. اليوم غادي ندخلوا لعالم تخطيط الممتلكات بين الأزواج والورثة، وغادي نجاوب على السؤال اللي كيشغل بال بزاف ديال الناس. إلا كنت متزوج ومزوجتي عندها عقار في سميتها، واش يمكن ليا أنا نستافد من الدعم بسميتي؟ القسم الأول، الاستفادة الفردية وملكية الزوجة. هاد النقطة فيها واحد الغموض في الأول، ولكن القانون واضح فيها. الدعم الحكومي للسكن 10 أو 7 المليون هو دعم شخصي وفردي ماشي عائلي. واحد، القاعدة الذهبية، الاستفادة الشخصية. الشرط الأساسي للدعم هو أن المتقدم بالطلب ما عندوش عقار آخر مخصص للسكن في المغرب. الجواب القانوني، إلا كانت الزوجة ديالك عندها دار في سميتها، هادشي ما كيمنعكش انت بسميتك باش تستافد من الدعم وتشري دار رئيسية جديدة ب10 المليون. علاش؟ لأن القانون كيشوف كل واحد على حدة. الاحتياط الملزم، خاص الدار الجديدة اللي غتشريها بالدعم تكون مسجلة فقط في سميتك انت بما أنك طالب الدعم، وتكون هي سكنك الرئيسي لمدة 5 سنين. إلا سجلتيها بينك وبين زوجتك كيمكن يوقع تعقيد. الخلاصة، إلا كنتي انت نقي ما عندك حتى دار في سميتك، يمكن لك تستافد واخا تكون زوجتك مولات عقارات، بشرط أنك توقع العقد باسمك المنفرد. استراتيجية تضاعف الفرصة، هاد القاعدة كتخلي الأسرة الذكية تخدم بواحد الاستراتيجية ديال توزيع الممتلكات. سيناريو واحد، إلا كان عندكم انت وزوجتك بجوج عقارات ما يمكنش لحتى واحد فيكم يستافد. سيناريو جوج الذكي، إلا كانت الدار في سمية واحد فيكم مثلا الزوجة والآخر الزوج ما عندوش عقار، كيمكن الزوج يستافد من الدعم 10 المليون بسميته ويشري دار تانية، وبذلك الأسرة كتولي عندها جوج ديال العقارات الرئيسية بدعم حكومي. القسم الثاني، استراتيجية الورثة التخطيط العائلي. بما أنك غادي تكون ملتزم برهن رسمي لصالح الدولة لمدة 5 سنين، ما يمكنش تبيع الدار، خاصك تفكر في هذا العقار باش تجنب المشاكل القانونية مع الورثة ديالك مستقبلا. واحد، الرهن الرسمي، ضمانة ل5 سنين. ملي كتوقع العقد الشراء، الموثق كيسجل في المحافظة العقارية أن هذا العقار عليه رهن رسمي لصالح الدولة. المغزى، هذا الرهن هو اللي كيضمن أنك ما غاديش تبيع الدار قبل 5 سنين. إلا بعتيها الدولة كتطالب ب10 المليون اللي عطاتك. الاحتياط الأهم، تأكد أن الموثق في نهاية مدة ال5 سنين كيدير رفع اليد على الرهن الرسمي باش ترجع الدار ديالك حرة ويمكن لك تبيعها أو تكريها كيف بغيتي. جوج، التخطيط المبكر، الهبة والوصية. أغلبية المشاكل كتوقع في العقارات اللي كتكون في سمية شخص واحد باش يستافد من الدعم، ومن بعد كيوقع عليه شي مكروه قبل ما يرفع الرهن الرسمي. الثغرة الذكية، من بعد 5 سنين إلا بغيتي تقسم العقار على ولادك أو تحمي زوجتك من تعقيدات الإرث، خاصك تصبر حتى تدوز 5 سنين ويتم رفع الرهن الرسمي. المرحلة الثانية، تخطيط الإرث. من بعد ال5 سنين كيمكن لك تفكر فيه. الهبة توت لافي، كيمكن توهب جزء أو كل العقار لولادك في حياتك، ولكن كتحتاج الموثق وواجبات تسجيل. الوصية أبخي لامور، كيمكن توصي في حدود ثلث ديال الأملاك ديالك لصالح الشخص ما وارث، مستحب المغاربة المقيمين بالخارج. نصيحة أخيرة، إلا كنتي متزوج وشريتي الدار بالدعم في سميتك بوحدك، ضروري بعد 5 سنين تزيد الزوجة ديالك في الملكية باش تحميو الممتلكات العائلية وتجنبوا المشاكل المستقبلية. خلاصة القول، الدعم فردي، وهذا الشيء كيخلي الزوجين يفكروا باستراتيجية توزيع الاستفادة. الالتزام هو 5 سنين رهن رسمي، وخاصك تأكد أن الموثق غادي يقوم برفع اليد على الرهن مباشرة بعد انتهاء المدة باش تولي حر في العقار ديالك. السؤال القاضي اللي غادي نخليك تفكر فيه حتى الحلقة الجاية، دابا عرفنا كل شيء على الشراء، ولكن شنو هي التحديات المالية المباشرة اللي غادي تواجهني في النهار الأول ديال التوقيع، وكيفاش نوازن بين الدعم ديال 10 المليون وبين الأقساط الشهرية ديال الكريدي القرض البنكي،
وكيفاش نحسب القدرة الشرائية الحقيقية ديالي باش ما نشريش دار أكبر من جهدي. الحلقة الجاية غادي نكشف لكم على حسابات القوة، ميزانية الشراء وفن التفاوض على القرض البنكي، ونوريكم الطريقة ديال الخبراء باش تعرف راس مالك الحقيقي. إلى اللقاء، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.